صلى على النبي. ده الجزء الثالث من أكلي لحوم البشر. لو ما شفتش الجزء الأول والثاني هتلاقيهم في صندوق الوصف. فيلمنا بيبدأ من مجموعة صحاب وبيكونوا بياخدوا جولة في الغابة وبيقعدوا قدام النهر يريحوا شوية، فبيهجم عليهم وحش من أكلي لحوم البشر وبيقتل واحد منهم وبيهرب الباقي، لكنه بيقدر يمسك واحد تاني منهم وبيقتله برمح بيرشقه في بقه. واما صاحبهم التالت فرجله دست على فخ قطعه لثلاث حتت، ما فضلش منهم غير واحده بس اسمها أليكس. أليكس قدرت تهرب منهم، ولكن ما نعرفش هي راحت فين بالظبط، لأن الغابة كبيرة جدا ومساحتها آلاف كيلومترات، وأكيد هي تهت جوا الغابة دي. بعدها بنروح بقى لأحد السجون في إنجلترا، وبنلاقي واحد اسمه فيليب بيتكلم مع واحد بغل اسمه تشافي، وبنلاحظ إن هم مش طايقين بعض خالص، وبيكونوا بيتفقوا على خطة يهربوا بيها من السجن دي. وفي نفس الوقت المأمور بتاع السجن بيقول لنت إن هم هينقلوا مجموعة من المساجين من السجن دي وهيودوهم سجن تاني، لأن اكتشفوا من خلال مصادرهم إنه في حد بيحاول يهربهم، فبيكلبشوا المساجين من إيديهم ورجليهم وبيربطوهم في بعض كويس علشان ما يقدروش يهربوا، وبيراقبوهم عربية النقل، واللي هيكون مسؤول عن نقلهم هو نيتو صاحب والتر. في نفس الوقت بنروح للشرطية نيل اللي بتعرف العمدة إن في 4 شباب اختفوا في الغابة بقالهم يومين محدش يعرف عنهم حاجة، فبيروح العمدة علشان يدور عليهم. وبنروح تاني لنت اللي بيتكلم مع صاحب والتر، وبنلاقي نت بيقول لوالتر صاحبه إن هو مش عاجبه اللي هو فيه ده خالص، وإنه نفسه يبقى معاه فلوس كتير جدا ويسافر ويسيب انجلترا. مفيش حد عاجبه حاله، اللي في مصر عايزين يروحوا انجلترا واللي في انجلترا عايزين يسيبوها برضه. خلينا نرجع لموضوعنا. المهم بيجي الليل وبيوصل والتر ونيت للقسم اللي فيه العمدي علشان يريحوا شويه من الطريق الطويل ده، فبتحبس لين المساجين في الزنزانه عبال ما نيت وولتر يريحوا شويه من الطريق. في نفس الوقت بنشوف فيه خنزير جزعه كده بيحاول يحضر فخ في الغابه، ولكنه بيوقع عليه، فبيجي عمه وبيساعده. والخنزير ده بيكون اللي شفناه في نهايه الجزء الثاني اللي كانت امه بترضع من ميه المجاري. كبر دلوقتي وراح لعمه علشان يعيش معاه. المهم الرجاله بعد ما ريحت بيركبوا العربيه تاني وبياخدوا المساجين معاهم وبيمشوا على طريق قديم جنب الغابه علشان محدش ياخد باله ويحاول يهربهم. وكانوا ماشيين فبيلاقوا عربيه شوفرليه عماله تزنق عليهم وتخبط فيهم، كأن اللي سايقها مجنون او شارب حاجه، وبيرمي سلك على الكاوتش بتاع الاتوبيس فبيتخرب الاتوبيس وبيتقلب بيهم وبيطلعوا بره الطريق. وبيطلع الخنزير من العربيه بتاعته علشان يشوف هم ماتوا ولا لا وبيمشي. بعدها بنعرف ان هم لسه عايشين، وبيطلع البغل من العربيه وبيضرب نيته وبياخد منه المسدس، وبيقوم يجيب المفاتيح علشان يفك الكلبشات، فبيروح يجيبها وبيخرج صاحبه والتر اللي كان مصاب جدا وبيجروا بعيد عن الاتوبيس قبل ما ينفجر. فبيمسك البغل المفاتيح وبيفك الكلبشات بتاعت الايد بس وما بتقدرش تفك الكلبشات بتاعت الرجل. فنيد بيقول له ان المفاتيح دي عباره عن 3 مجموعات، واحده للايد وواحده للرجل وواحده للابواب بتاعت السجن، وان دي المجموعه بتاعت الايد، وان بقيه المجاميع اكيد ولعت في الانفجار بتاع الاتوبيس. وبيقول لهم البغل انهم يفكروا ازاي يمشوا من المكان ده، فبيقول له نيت ان اكيد في برج مراقبه في المكان ده وانهم لازم يروحوا هناك ويطلبوا المساعده عن طريق اللاسلكي اللي هناك. وبيسند صاحب والتر وبيمشوا كلهم، وبيقابلوا في طريقهم أليكس اللي بتقول لهم ان المكان ده خطر ومليان وحوش، ولكن ما بيصدقوش. فبتقول لهم انتوا مش ملاحظين ان المفروض الغابه دي يبقى فيها حيوانات او طيور او اي حاجه؟ انا بقالي يومين هنا وما شفتش اي بغل معدي حد. فالشيف بيقول له الله يسامحك ما انا قدامك اهو. بعد بتاخدهم أليكس علشان توديهم للقارب اللي هي واصحابها جم بيه، وهم في الطريق بيلاقوا عربيه قديمه مقلوبه، فبيفتحوا الشنط بيلاقوها مليانه فلوس. فبيقول له متشافي البغل لازم كل واحد يشيل شنطتين من الفلوس دي. فبيقول له نت ان والتر مصاب، فالبغل بيقول له خلاص شيل انت الشنطتين بتوعه. في الوقت ده والتر بيطلع المسدس اللي معاه ويحاول يقتله، لكن المسدس كان فاضي، فراح البغل كاتله وبيكملوا طريقهم. وكانوا هيموتوا من الفخ اللي ظهر مره واحده اللي الخنزير الجزع كان بيحضر فيه من شويه، لكن ربنا ستر. فبيقابلهم الخنزير الجزع وبيحاول يقتلهم، فالبغل اداله طلقه في جسمه لكنه ما بيتاثرش، فبيروح مكتفينه والبغل راح قاطع راسه وغارزها في الرمح اللي كان معاه. وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا للقارب اللي مش هينفع يشيل غير 2 بس. فنيد بيخرم القارب ده علشان محدش يستخدمه، فالبغل بينزل فيه ضرب وبيقول له لو ما خرجتنيش من هنا هموتك. في الوقت ده الوحش بيلاقي راس ابن اخته مقطوعه وبيتعصب جدا، والرجاله وهي ماشيه بيشوفوا مفاتيح متعلقه، فالبغل بيجي يمسكها. راح واحد منهم شده لانه كان عارف ان ده فخ، لكن بعد فوات الاوان فبيقطع البغل رجل صاحبهم اللي مات دي علشان يقدروا يتحركوا من غيره، لان الكلبشات اللي في رجليهم متوصله ببعض. وبنروح للعمده اللي بيقول للين انه هيروح يدور على الشباب دول في الغابه يمكن يلاقيهم هناك. والرجاله بتلاقي مقص حديد فبيستخدموه علشان يقصوا بيه الكلبشات اللي في رجليهم، وبيلاقوا العربيه الشوفرلي واقفه قدامهم، فبيخلوا واحد منهم يشوف فيها حد ولا لا لانهم حاسين بقلق. واول ما قرب من العربيه هوب بعد الخنزير بياخده وبيمشي. بعدها بيكملوا مشي، فواحد من المسجونين اللي هو فيلويد بيزهق من البغل وتحكماته وبيتخانقوا خناقه جاندي لدرجه ان البغل كان هيموتوا من الضرب، ونيت وأليكس هربوا منهم. فالبغل والمسجون اللي فضل معاه بيخبوا الفلوس لانها كانت تقيله جدا ومش هيقدروا يشيلوها هما الاتنين لوحدهم، وبيروحوا علشان يدوروا على نيت وأليكس. وبعد البغل لقي نيت فعلا وضربه، وكان هيموته هو كمان من الضرب، لان اكتشف ان نيت كان بيتوههم علشان يكسب وقت لحد ما الحكومه تيجي تدور عليهم، وان مفيش حاجه اسمها برج مراقبه موجوده في الغابه ولا حاجه. وفجاه بيجي البغل بيعض البغل من يده،
وبنلاقي الكلب ده بيبقى تبع العمدة اللي بياخد الأسلحة من الاتنين المساجين وبيديها لنيت وأليكس. وفجأة بنسمع صوت الوحش، فبيحدف حربة من فوق الشجرة رشقت في العمدة قتلته. فالبغل المسجون اللي معاه بياخد المسدسات منهم تاني، وفلوت بيلاقي الفلوس اللي البغل مخبيه فبيشيلها كلها وبيمشي. ولما رجع البغل علشان ياخد الفلوس ملقاهاش، وبيشوف فلود وهو بيرمي الفلوس في النهر علشان يغيظه، ولكن الوحش رمى ازازة مولوتوف حرقته هو والفلوس. فبيكملوا مشي وبيلاقوا عربية الخنازير واقفة قدامهم، فبيزق أليكس تحت العربية. فالخنزير ده خدها ورماهم بجزازة مولوتوف علشان محدش يجرب منهم ياخد أليكس. وخد أليكس ومشي. فنيد بيقول له ان هو لازم يروح ينقذ أليكس قبل ما الخنزير يتعشى بيه، ولكن البغل رفض. وفجأة بيضربوا براندد على دماغه، وبيدي نيت المسدس وبيكون عايز يقتل البغل، ولكن نيت بيرفض لانه كده بيرتكب جريمه. بعدها بيروح نيت علشان ينقذ أليكس، وبيمشي براندد علشان يهرب، ولكن بعد شويه بيظهر البغل وبيضربوا براندد على دماغه وبيفقد الوعي. وبيروح يدور على نيت وبيلاقي الخنزير ده قدامه، فبيروح وبيقول له انا كنت مستنيك من زمان. وبيضربوا البغل بالمسدس والمسدس بيخلص، فبيواجه الخنزير من غير اسلحه. وبعد شويه ضرب بيكون البغل خلاص هينتصر، ولكن الخنزير غرز الخطاف في يد البغل وضربه وعلقه على الشجره وجاب حته من مخه وكله. بعدها بنلاقي نيت لقي أليكس وفكها، وقبل ما يمشي بيجي الخنزير وبيضربه وكان هيموته، ولكن أليكس جابت رمح ورشقته في جسمه وبيكون مات. وركبوا العربيه ومشوا، ولكن بعدها بيلاقوا الخنزير اتشعلق في العربيه، والعربيه بتتقلب على الطريق. ارحم ميتين اهل، انت هتموت انت. المهم بيجي براندد اللي فاك تاني وبيحاول يطلعهم من العربيه، ولكن الخنزير ابن الخنزير ده كان لسه عايش وهجم عليهم ومسكوا الخطاف ورشقوا في دماغ الخنزير عشان اخيرا يموت خالص ويخلصوا منه واخلص انا منه. وبعدها بيقول نيت لبراندن انه هيسيبه يمشي، وهيقول للشرطه انه مات زي بقيه المساجين بشرط انه ما يعملش مشاكل تاني. فبيوافقوا وبيمشوا، وبيجي الصبح وبتيجي الشرطه وبتنقذهم. ولكن تاني يوم بعدها على طول بيروح نيت الغابه عند العربيه اللي فيها الفلوس علشان ياخدهم، بس بيجي له براندد وبيضربه بسهم في ظهره وبيقتله لانه كان عايز ياخد الفلوس. ولكن فجاه بنشوف في خنزير واقف وراه وبيكون ماسك سلاح حديدي في يده، وبيروح على براندد وبيخليه يعزف مزيكا من بوقه. وكده يكون فيلمنا خلص. لايك للفيلم لو عجبك، وصلى على النبي في الكومنتات، واشترك في قناة ملخصات فلامنكو علشان تصلي معانا على النبي وتشوف كل ملخصاتنا الجديدة، واعمل متابعة على بيج الفيسبوك والانستي والتيك توك، وصلى على النبي.